الفيلم بيبدأ بمراد رجل أعمال غني ومشهور ماشي على الشط وبيشوف بنت نايمة بيعجب بيها من أول نظرة من غير حتى ما يشوف وشها. البنت بتطلع عايدة ولما يحاول يتعرف عليها بتسيبه وتمشي. ومراد بيبعت مدير أعماله يتجسس عليها وبيعرف إنها بنت وزير سابق مفلس ساكن في الفندق. مدير الأعمال بيحجز جناح باسم مراد والفندق بيطرد أبو عايدة من الجناح عشان عارف إنه مش بيدفع. مراد بيوصل ويتعرف على الأب وبيعرض عليه شغل الأب بيوافق طبعا وبيعرض إنه ياخده يتعشى معاه فبيوافق وبيجيب بنته عايدة. مراد بيحاول معاها أكتر من مرة لكن بتصده بس الراجل ما بييأسش وبيقرر يتجوزها على طول. وهنا بنكتشف إن مراد مزواج محترف ومتجوز قبل كده 12 مرة. بينزل مراد يطلب إيدها رسمي وأبوها بيوافق طبعا لكن عايدة كانت رافضة في البداية. وبعد شوية بتوافق وفعلا بيتفقوا على الجواز في نفس اليوم. لكن الدنيا مش بتمشي بالسهل بتظهر واحدة في الفندق بتسأل عن مراد وبنعرف إنها خطيبته وبتروح تدور على أوضة عايدة وفعلا كريمة بتكشف المستور عايدة بتعرف منها إن مراد مش فارس الأحلام ده متجوز قبلها 12 مرة وهي مش أول ولا آخر ضحية. وكريمة بتكلمه قدام عينها وبتثبت لها كل حاجة. من هنا عايدة بتقرر تكمل معاه بس مش عشان الحب عشان الانتقام. وبينزلوا على بيتهم في القاهرة. أول ما يوصلوا مراد بيدخل يغير هدومه وعايدة بتعمل نفسها نايمة. ولما بيحاول يصحيها بتقوم مفزوعة وتجري على الشباك كأنها هترمي نفسها. مراد بيمنعها فبتقوله إن دي حالة نفسية من يوم ما ماما ماتت وصحوها بالخبر ومن ساعتها أي حد يصحيها تتفزع وتفتكر اللحظة دي وبتطلب منه وعد ما يصحاهاش أبدا من نومها. مراد بيصدق وعشان يساعدها تنام بيجيب كتاب ألف ليلة وليلة ويقعد يقرا لها منه وهي نايمة أو بتعمل نفسها نايمة. عايدة بتكون عاملة نفسها نايمة ومراد قاعد جنبها بيقوم يتحرك على طراطيف صوابعه عشان ما يزعجهاش أو يصحيها. ينزل تحت بيلاقي بومبا الشغالة بتاعت عايدة بتزغرط بصوت عالي فبيسكتها بسرعة عشان عايدة ما تصحاش. بيطلع تاني فوق بيلاقي عايدة صحت فبيقول لها إن بومبا جت بتحاول تنزل جري لكنه بيمنعها وبيقول لها لازم نقعد مع بعض شوية. تطلب منه تاخد دش الأول وفجأة بومبا تيجي تقول له إن مامته وصلت تحت وعايزة تشوفه. وبينزل لمامته تبتدي تعاتبه إنه اتجوز وما قالهاش وكمان ال 12 جوازة اللي قبل كده ما قالهاش عليهم. بيطلب منها ما تفتحش سيرة الموضوع ده ولما تسأل عن العروسة يقول له إنه هيطلع يصحيها وياخد نص ساعة وينزل لها. وهو طالع يتفاجئ إن أبو عايدة جه هو كمان. فبينزل مراد يسلم على أبو عايدة ويعرفه على مامته وبعدها يطلع جري يروح لعايدة لكنه بيتفاجئ بيها نازلة تقابله على السلم. بيحاول يطلعها تاني فوق لكنها بتصر تنزل تسلم على الضيوف شوية وبيجي ضيوف كتير من أهل عايدة. ومراد بيكون متضايق ومخنوق لأنه كان نفسه يقعد معاها لوحده. وبعد ما الضيوف بيمشوا مراد بيكون فرحان إنه أخيرا بقى مع مراته لوحدهم. فبيطلع جري على فوق لكن كالعادة يلاقي عايدة عاملة نفسها نايمة. وأول ما بيقفل باب الأوضة عايدة تقوم مفزوعة وتجري على الشباك بس هو يلحقها قبل ما تعمل حاجة وينيمها على السرير ويكمل كتابه ألف ليلة وليلة ويبدأ يقراه لها. تاني يوم مراد بيشتكي لصاحبه من العقدة النفسية اللي عند مراته وبيقوله إنه مش قادر يتعامل معاها وهو بيتكلم معاه التليفون بيرن ولما بيرد بيلاقي عايدة هي اللي بتكلمه. أول ما بيعرف إن هي صحيت بيقول لها أنا جايلك بعد 10 دقايق. وبيقوم جري يروح على البيت وبيطلع على فوق على طول لكنه مش بيلاقيه. وبيسأل بومبا بتقوله إن هي راحت الكافيه لكن الحقيقة عايدة كانت عند كريمة خطيبة مراد السابقة وقاعدة معاها 4 من الستات اللي مراد كان متجوزهم قبل كده وبيتفقوا عليه. مراد بيحس إن في حاجة غلط بيكلم الكوافير بنفسه وبيتأكد إن عايدة ما راحتش بس لما بترجع البيت بنكتشف إن هي كانت بتحضر له مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده والمفاجأة الكبيرة هتحصل الساعة 12. ولما بتدق الساعة 12 جرس الباب بيرن مراد بيفتح بيتفاجئ بعيشة واحدة من طلقاته القدام جاية تزوره. قبل ما بتدخل بيحاول يقف معاها بره ويمشيها بأي طريقة لكن بتقلبها دراما وبتحضنه فجأة. وبتيجي عايدة اللي أول ما بتشوف المنظر بتطلع تلم هدوم. مراد بيطلع وراها يهديها ويقنعها إنها أخته وعشان يسكت عيشة بيكتب لها شيك ب500 جنيه. لكن المفاجآت ما خلصتش الباب بيرن تاني وبيلاقي كريمة خطيبته القديمة. مراد بيقول لهم إن دي بنت عمه وبيدي الشيك لعيشة. بتقوم كريمة تقول له وأنا كمان فين الشيك بتاعي. بيطلع مراد على فوق بسرعة عشان يكتب شيك لكريمة لكن وهو فوق بيسمع كلاكس عربية تحت بيبص من الشباك بيلاقي الكارثة سونيا مراته اللي قبل عايدة جاية هي كمان. بيقفل الشباك بسرعة وبيكتب شيك جديد وينزل يجري عشان يلحقها قبل ما عايدة تشوفها. وأول ما تقابلها بيعرفها على عايدة إنها أخته في الرضاعة. بعد ما الجو هدي شوية عايدة بتشغل مزيكا ومراد بيبتدي يرقص ويرقص شوية مع دي وشوية مع دي وكله بيضحك ويغني ويشرب. الدنيا بتبقى تمام لحد ما الباب بيخبط وتظهر ناني واحدة تانية من طليقاته ويقول لعايدة دي بنت خالتي. وطبعا الحفلة بتكمل رقص وضحك وشرب لحد ما مراد يدوخ ويقع على الأرض. عايدة تسنده وتطلع على أوضة النوم وتسيبه ينام. مراد بيصحى تاني يوم تعبان وحارته مولعة وبومبا بتيجي تقول لعايدة إن في تليفون تحت عشانها. عايدة تنزل ترد وبنكتشف إن اللي بيتكلم هو كمال ابن خالتها. بس مراد وهو في الأوضة بيقرر يرفع السماعة التانية وبيتجسس على المكالمة. وبومبا بتشوفه وبتروح تقول لعايدة
وعايدة بتتكلم بنبرة رومانسية وتقول كلام يفهم منه إنه كانت بتحب كمال وإن في ماضي بينهم. مراد طبعا بيتنرفز ويغير جدا. مراد بيزعل وبينزل ينام لوحده، يروح تاني يوم لأبوها يطلب إيدها رسمي وأبوها مش فاهم حاجة فبيقوله تعالى البيت وهفهمك. وبتكون موجودة مامته، لكن عايدة بتفاجئ الكل وهي نازلة من فوق وبطنها كبيرة، كلهم بيصدموا وبيفكروها إنها حامل، بس بعد ما الضيوف يمشوا بتجري تقفل على نفسها مرعوبة من رد فعله. مراد بيروح لصاحبه إبراهيم يحكي له، وإبراهيم بيقول له لازم تضربها. مراد بيسمع الكلام ويروح يضربها وبيمشي، لكن عايدة بتنزل تغنيه لحد ما يطلع وراها الأوضة، ولما يقرب بترد له القلم. بعد كده بنشوف مراد قاعد مع أبو عايدة وبيسأله عن حالتها النفسية الغريبة، لكن الأب بيضحك، ولما مراد بيسأله بيضحك عليه بيقول دي كانت بتمثل كده وهي صغيرة عشان تهرب من المدرسة. مراد بيتجنن وبيرجع البيت بيلاقي عايدة عاملة نفسها نايمة، بيصحيها بتقوم تجري على الشباك كالعادة. بس المرة دي مراد ما بيتحرك وبيسألها اتجوزتيني ليه وليه بتهربي مني، بترد عليه احنا اتسرعنا في جوازنا ولسه معرفناش بعض ولازم نتخطب في الأول. مراد بيتعصب وبيسيب البيت وبيروح يشرب، بيرجع يلاقيها لمت هدومها وماشية بتواجهه، بتقوله إنها كانت بتحبه بس لما عرفت حقيقته كرهته. بيقول لها أنا هكتب لك المصنع، بتفاجئه المصنع مديون وهيفلس، ومراد بينهار وبيسيب البيت ويروح اسكندرية. عايدة بتروح وراه مع باباها وصاحبه، بيلاقوا جواب منه بيقول إنه بيحبها وهيتخلص من نفسه. تروح وراه بسرعة بتلاقيه نازل البحر وبتنزل وراه، لكن فجأة بتغرق ومراد بيجري ينقذها وبس كده.